العافية دكتور، منورنا بمصر. بتكلم بصراحه، انتوا قدوه يعني. وإذا مو مناسبة شنو نصيحتك حق الشباب؟ نص الشباب يدخنون برا. الله يعافيك، وانا سعيد. انا يعني انت من الناس اللي انا معجب فيهم، يعني من صغرك. ما انا اذكرك ترى طول وسوي مقابلات، والحين انت ما شاء الله طالب بالاعلام. الله يسلمك. صح؟ الله يسلمك. الله صحيح. ان شاء الله يوفقك. الله يحفظك يا رب. مشكور على دعمك الدائم من خلال تواجدك. شنو رسالتك حق الشباب من خلال تواجدك اليوم في المؤتمر؟ بتكلم بصراحه، نص الشباب يدخنون برا، يعني هذه حق الشباب خاصه اللي يدرسون طب. انتوا قدوه يعني، والتدخين من الاسوء الاشياء تسويها بصحتك. رقم واحد يعني التدخين من اسوء العادات، وفروا عنه. ثاني شيء حكم شباب، ترى سنوات دراسه هي اجمل سنوات العمر، فاستمتعوا فيها. مو بس موضوع دراسه، اجمل الاصدقاء اللي تسويهم وقت الدراسه، هذه التجمع الطلابي، الاشياء اللي تسوونها كلها راح تسوي لك ذكريات لا تنسى. فاستمتع بالمرحله الجامعيه بدراستها وحياتها كلها وكل تفاصيلها. يعني الحين في ملهيات كثيره، في اشياء وايد للشباب وخلت تصرفاتهم تكون مختلفه او نظرتهم للحياه مختلفه. صحيح. الواحد يعني يهذب نفسه. صحيح. امي تقول اكبر ساحر هذا، لانك اخر ما تنام تشوفه. صح؟ اول ما تقوم تشوفه. صح. وتشوفه طول اليوم اكثر ما تشوف ربعك، يمكن اكثر ما تشوف وجهك بعد. فنصيحه اللي تتابعهم في مواقع التواصل اختارهم، لان لما تتابعهم كل يوم راح يصيرون اصدقائك وانت ما تدري، وراح ياثرون عليك وانت ما تدري، سواء بسلبياتهم بالله بسلبياتهم ايجابياتهم. تابع ناس زينه مفيده تاثر عليك، والناس اللي تحس ان قاعدين ياثرون عليك بشكل مو زين نفس الاصدقاء بالضبط، وخر عنهم، سوي لهم انفولو. يعطيك العافيه.